ويمينة تحاسب عليه الكمية دي كلها من نص كيلو لحمة مفرومة. أيوة، من نص كيلو لحمة. إيه يا أسماء اللي ضاعف الكمية وخلى الصباع بالحجم ده؟ تعالوا بقى، بس أنا عايزة دعوة حلوة بس منكم، ولايك وشير للحبايب كلهم وأصحابكم وحبايبكم. وكمان الطحينة الاقتصادية بالعيش. أيوة بالعيش. إزاي يا أسماء؟ هو أنتم مفكرين مطاعم الحاتي ومطاعم المشاوي بيعملوا طحينة خام؟ لا، بيعملوها بالعيش. ومش هننسى بقى سلطة المشاوي المشوية، حاجة كده اللهم بارك. بص أنا بعملها حرفيا مزاج. يلا كده نبدأ بسم الله ونصلي على الرسول. معايا كده نص كيلو لحمة مفرومة يكون فيها نسبة حلوة من الدهن. ويا سلام بقى لو عندك حتة ليا، ابشري كده قيمة معلقة كده من الليا ورميها عليها. الدهن اللي بيخليها طرية كده ولذيذة جدا في الشوي. لكن لو حمرة خالص هتطلع معاكي ناشفة. متفقين؟ يبقى نص كيلو من اللحمة المفرومة. طيب عليهم ايه يا اسماء؟ انا في الكبه فرمت كده بصلايه واحده وقرن شطه احمر او اخضر، فرمتهم كويس جدا وحاطط عليهم رشه ملح وسبتها قيمه 10 دقايق كده جنب مني. رحت جايب المعلقه كده مصفياه، اصفي ايه الميه بتاعه البصل اهي، بضغط كده بالمعلقه بنزل الميه او اصفيها بتاعه البصلايه. انا مديها رشه ملح خفيف عشان تنزل العصاره او الميه بتاعه البصل. الميه هي بتاعه البصل اركنها دلوقتي على شبكه التلاجة، انا عايزاها في ايه، في حاجه في الاخر هنعوزها. نرمي بقى التفل بتاع البصل بقرن الشطه كده الحامي او البارد على حسب ما بتحبي. تمام زي الفل. ايه بقى اللي هيزود لنا كميه الكفته يا اسماء الرهيبه وبيخليه كده ملبن؟ كوبايه واحده من البرغل. البرغل ده موجود عند اي عطار او اكياس جاهزه كده من عند اي سوبر ماركت او كارفور. دي اكياس الضحى بحب اجيبها عشان نضيفه جدا. بحط كوبايه من البرغل عليها كوبايه من الميه المغليه وبسيبها بالظبط 5 دقايق، بتكون شربت الميه المغليه كده واستوى البرغل نفسه، تحس انه طري معاكي. بصفيه كويس جدا بكف ايدي واحطه بقى على المكونات دي. بس اهم حاجه صفيه كويس جدا من الميه. يبقى نص كيلو لحمه. انا الفازه دي اللي خمتني بتاعت الورد. نص كيلو لحمه عليها بصلايه كده مفرومه ناعمه ومصفياها من الميه بتاعتها مع قرن فلفل ايه حامي او بارد على حسب ما بتحبي. وكوبايه البرغل عليها كوبايه من الميه المغليه وبسيبها كده منقوعه 5 دقايق واصفيها بالشكل ده. نحط بقى 3 معالق كبار من البقدونس او الورق بتاع البقدونس. تمام، بلاش العيدان الناشفه، مخرطاه كده تخريط ناعم. 3 معالق كده حلوين كبار. نحط بقى التوابل بتاعتنا، نص معلقه صغيره من الفلفل الاسمر، نص معلقه صغيره من الكزبره. ده كده بقى كيس من التوابل بتاعه الكفته دي كده جاهز. ده كيس تتبيله كده اسمها تتبيله الكفته، ده في اي سوبر ماركت. تمام. هو حوالي مثلا معلقه كده كبيره مليانه. طيب ايه بقى اللي بيخليه نافش جدا يا اسماء معايا؟ نص معلقه صغيره من الكربوناتو. ايوه الكربوناتو بيخلي الصابع نافش وجميل جدا. طيب البديل بتاعه لو ما عندكيش كربونات هتحطي معلقه صغيره من كيك شيف ومعلقه ملح صغيره مليانه، ونقلب كل ده مع بعضه. نعجنهم كده بايدينا الاول وبعد كده بقى ايه، نردهم في قلب الكبه. انا عايزه افرم كله كده مع بعضه تاني في قلب الكبه. هاخدهم كده على مرتين في قلب الكبه هنعمهم عشان ما شاء الله اللهم بارك نص كيلو اللحمه مع كميه المقادير اللي انا حطيتها رمى معايا ما شاء الله اللهم بارك كتير جدا. وعايزه اقول لكم حاجه، طعم البرغل والله ما باين يا بنات خالص. هي كوبايه واحده، هي كوبايه الشاي دي. تمام، هي 200 جرام. هنعمهم كويس جدا. انا عايزه يكون في خيط كده في اللحمه. بصوا لو تلاحظوا اهي، دي اللي لسه ما اتفرمتش ودي اللي اتفرمت اهي بالشكل ده، عجينه ناعمه جدا. وبصوا انا عايزه بقى الانسجه تكون فيها شده خيط بالشكل ده. هكمل بقى الباقي ونرجع تاني. خلاص كده فرمتها كلها ونعمتها بالشكل ده. بص لونها بيبقى فاتح شويه. هجيبي بقى الشبكه بتاعه الفرن اللي هي زي دي او صينيه تصبعي فيها عادي. معايا بقى العصيان بتاعه الكفته اللي هي الخشب دي، او مثلا اي حاجه عندك صباع عليها مفيش مشكله. بتكوريها بالشكل ده كده وتروحي جايه عاملاها. ومعايا ميه البصل في الطبق ايه، كل شويه ابل ايدي منها ميه البصل، حاطه لها رشه ملح بسيطه ورشه فلفل بس كده. يعني ميه البصل مش برميها، لا بصبع كده في الاخر عليها بحتاجها. اخلص بقى الكميه وتخليها ايه لها فتحات كده زي ما انتم شايفين مفتوحه اهي من جوه ومن بره. طبعا لسه هعمل لها تقسيمه. انا شغاله معاكم كده يا بنات وشغلت الفرن بتاعي يسخن ويحمى كويس جدا. على ما اصبع الكفته هعمل حركه حلوه قوي. هجيب بقى شويه ايه، 4 حبات طماطم، 4 فصوص توم، بصلتين، قرن فلفل كده حامي وكمان واحد بارد،
واحطهم كده على الصاجة يتشووا، وعلى ما اخلص تصبيع الكفتة هيكونوا اتشووا معايا كده على الصاجة زي ما هما. انا عايزاهم يتشووا. كل شوية اقلبهم، اول ما الطماطم والتومة والشطة يتلسعوا اقلبهم على الوجه التاني يتشوي شوي كامل. هنا بقى كده خلصنا تصبيع الكفتة. بالسكينة كده بعمل نظام تقسيمة للصابع بيدي شكل مش اكتر، تقسيمة كده زي السحب كده على طول. واضيف بقى كده كوبايتين 2 في قاع الصينية من تحت مية، كوبايتين 2، والافضل تكون مية مغلية او تكون مية سخنة، ونحطها كده على الفرن او على الصاجة نفسها كده من تحت. درجة حرارة الفرن 200، وبحطه كده على الصاجة من تحت بالشكل ده. دلوقتي اتشمعت، بخلي الحرارة 180 يعني وسط، علشان تستوي كده من جواها وما تنشفش وتاخد لون بالجمال ده، وما استناش ان هي تحمر. نص ساعة بالظبط تكون استوت معايا. هنا بقى في البولة هنعمل الطحينة، سلطة الطحينة بتاعتنا المعروفة ومشهورة جدا في المطاعم. رغيف واحد عيش بقطعه بالشكل ده كده في قلب بولة، وعليه كوباية مية كده سواء سخنة او ساقعة من الحنفية، كوباية مية. اسيب بس العيش في المية 5 دقايق، قيمة ما يطرى جدا يبوش يعني، واحطه بميته زي ما هو كده في قلب الكبة بالمية بتاعته، واضربهم كويس جدا في الكبة وانعمه. تمام كده زي الفل، انعمهم كويس جدا. كوباية المية بالرغيف العيش، واتنقع كده فيه باش، وبعد كده فرمتهم في قلب الكبة نعمتهم معايا كده زي الفل. نجيب بقى البولة نفضي فيها رغيف العيش اللي انا بليته كده او نقعته في قلب كوباية المية وضربته بيها. عليه 3 معالق كبار من الطحينة اللي هي الخام، 3 معالق كده كبار بس كده زي الفل. نحط بقى بقية المكونات. معايا هنا 3 معالق خل، معايا كده عصرة ليمونة كبيرة، ورشة كده بقى من الفلفل الأسمر، رشة كمون، وكمان الملح بتاعنا قيمة مثلا ربع معلقة صغيرة كده من الملح. فصين 2 توم ناعم. التوم ده في ناس مش بتحب تضيفه براحتكم، بس انا ده اساسي عندي في سلطة الطحينة. فصين 2 توم، ورشة شطة كده حمرة صغيرة برضو على حسب الرغبة لو مش حابة. وهقلب كل ده مع بعضه. وهنا الملح اخر حاجة. حطيت هنا حوالي ربع كوباية كده من المية السخنة عشان تدوب الطحينة معايا في ثانية. حسيت اني محتاجة تاني. بصوا بقى العيش بيعمل ايه يا بنات، العيش كل ما ترمي عليه مية كل ما بيتخن وتزيد تاني. عشان كده المطاعم هو ده السر بقى، بيرموا كمية رهيبة من الطحينة بالعيش. مهما تحطي مية وتسيبيها شوية في التلاجة تلاقي قوامها تقل جدا، تقومي مزودة تاني مية بالشكل ده. طعمها عايزة اقولكوا لذيذ جدا. بصوا بقى قوامها اللهم بارك. نفضي كده في البولات ونحطها على طول في التلاجة على ما نخلص الكفتة. ولو هتعملي كمية احفظيها في التلاجة على طول، عشان في قلبها عيش وكده، عشان خاطر ما تبوظش منك. هي بتبقى عايزة تتحافظ عليها في التلاجة مع رشة كمون وكده معايا اللهم بارك. قالوا بقى نشوف المشاوي بتاعتنا. الثوم كده اتشوى معايا اللهم بارك، بقى عجينة وهو ده المطلوب. بصوا بقى فصصته كده من القشر بتاعه مشوي بقى وريحته قمر اللهم بارك. بصوا عجينة. 4 فصوص توم مشويين، زيهم 4 حبات طماطم مشوية، بصلتين كده مشويين، قرن فلفل حامي مشوي، وقرن فلفل بارد مشوي. كل ده بشيل القشر من على الطماطم اهم حاجة، اخد بس اللحم بتاع الطماطم. وبنضف كده برضو البصلية، اخد القشر بتاعها، اشيل القشر بتاعها، وبظبطها كده وبحطها كده مع التومة بقى وبقية المكونات كده معايا زي الفل. هنعمهم كويس جدا في الكبة. خلاويص كده خلصنا كده سلطة المشاوي اللذيذة. نديها رشة ملح، رشة كزبرة، رشة كمون، رشة فلفل اسمر، وشوية زيت، وبس كده اللهم بارك. ريحتها وجمالها مفيش بعد كده. دي مشهورة قوي في قلب سلطة المشاوي او في الحاتي، مطاعم الحاتي كده. معايا بقى بولة المشاوي ديها اخر حاجة، رشة زيت بس كده. تعالوا بقى على الجمال كلكم بقى، والقمر ده كم تاني اقسم بالله. شوية كفتة من اجمل واطعم الكفتة او الوصفات في الكفتة والمشاوي اللي انا عملتها معاكم. قد ايه لذيذة وطرية. بصوا بتنز كده زيت او دهن بتاعها بقى، هو الدهن بتاعها طرية جدا مش ناشفة، وحاجة كده ما شاء الله. حلاوة المشاوي لما تكون بتنز كده، هي دي حلاوة المشاوي. بصوا اهي، شايفين فيها كده كمية دهون جميلة وما شاء الله مخليها طرية وعجمية كده لذيذة في الأكل.
بصوا بقى صباع الكفته، بصوا عامل ازاي، مش ناشف بقى ولا اللحمه شاده، لا طري ملبن حرفيا. الكربوناتو وكمان بقيه المكونات مفيش بعد كده. يلا بقى كده على رشه بقدونس حلوه، والرز السرفيس بتاعنا، والرز كده بقى عليه المشاوي القمر قمر بتاعتنا. القمر ده محتاج ايه؟ لايكات كتير، حاجه كده ما شاء الله. نص كيلو ايه؟ لحمه. ظبطي بقى انت في المقادير كده ودخليها وظبطيها وتبليها تتبيله حلو، تطلع معاك اللهم بارك. تعملي جنبها شويه بطاطس محمره، او شويه رز، او شويه مكرونه، وانت والاولاد كده بالف هنا وشفا. حاجه كده ما شاء الله اللهم بارك. بصوا بقى، شايفين الجمال؟ مفيش بعد كده بصراحه، اللهم بارك. عايزه اقول لكم ريحه الشقه كده هتتقلب حاجه كده ما شاء الله. خطوه بقى ان انت عايزه تجيبي فحمايه وتشممي ريحه الفحم، يعني اللي هو بتولعي فحمايه كده صغيره على العين البوتاجاز، تسخن شويه معاكي، وتحطي عليها نقطتين زيت او قطعه ليا او دهنه، وتكتمي الكفته كده بورق فويل بالفحمايه، يعني يشم ريحه الدخانه بتاعه الفحم. وكده خلاويص خلصنا. جبت بقى العيش البلدي بتاعي وسلطه الطحينه وسلطه المشاوي اللي احنا عملناها مع بعض، واحلى غدوه او احلى عشوه هتعمليها. رغيف العيش البلدي بتاعنا وصوابع الكفته مع شويه طحينه وشويه بقى خضره كده بقدونس، تعملي بقى جنبها شويه مكرونه شويه رز، بتبقى زي السكر، اكله كده ما شاء الله عليها. نجيب بقى رغيف البلدي بتاعنا ده مع صابع بقى الكفته السكر ده، وشويه خضره كده فيها وشويه طحينه، الاكله حرفيا كانت زي السكر. تعال بقى كده تشوف صابع الكفته ملبن، بصوا اللحمه دايبه منفوشه، اللحم نفسه كده تحس ان هايش منفوش مش مكتوم، جميل جدا اللهم بارك. عايزه اقول لكم جربوا بقى شويه سلطه الطحينه دي جنب اسماك، جنب مشاوي، جنب فراخ، جنب اي حاجه، وادعوا لي اقتصاديه وجميله ولذيذه نفس بتاعه المطاعم بالظبط. اتمنى طبعا الفيديو يكون عجبكم. المقادير موجوده عندكم في صندوق الوصف على اليوتيوب، وكمان في اول التعليقات على الفيسبوك. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد في حفظ الرحمن. سلام عليكم.